ماليزيا صراحة للطالب صراحة جيدة جدا. التقديم كان ميسر من قبل بايونير، يعني تيسرت الأمور بشكل كبير ما شاء الله. التقديم كان سهل جدا وما أخذ غير تقريبا شهر. فبايونير أنا وصلت هذا المطار، هنا كل هذه شريحتك، هذا بيتك. الوالدة قالت والله كنت أرفع يدي وأقول الله ييسر له بلاد ما فيها تنمر ولا فيها عنصرية، الإنجليزي فيها قوي، الناس طيبين، تعاملك مع الناس قد يجذبهم للإسلام، بتحس بلذة رمضان، يعني أنت محاط بمسلمين. اوقات كتير بنبقى مفكرين ان السفر او الدراسة بره هو يعني مجرد محاضرات وجامعة وخلاص، لكن الحقيقة ان فعلا تجربة السفر بره هي بتكون يعني بره الجامعة تماما، او يعني خلينا نقول ان جزء كبير منها بيكون بره الجامعة. يعني احساس مثلا ان انت بتكون صحاب جدد، احساس ان انت بتعتمد على نفسك من اول وجديد، او يعني حرفيا بتبني حياة جديدة من الصفر. احنا معانا النهاردة عمار. ازيك يا عمار؟ عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله طيب. عمار طالب هنا في ماليزيا، هيحكي لنا عن تجربته بشكل عام في ماليزيا، تجربته في السفر، المواقف اللي اتعرض ليها هنا كطالب جديد، ازاي خد على الحياة هنا. هيكلمنا اكتر عن ماليزيا والدراسة في ماليزيا. اهلا بيك يا عمار. خلينا بقى يعني نبدأ من الاول كده، يعني ناخد فلاش باك كده سنتين. ازاي جات لك فكرة السفر بره بشكل عام، وليه بقى ماليزيا بالذات؟ حياك الله أخي. حبيبي الله يكرمك. تشرفت والله بوجودي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عمار محمد سعيد، طالب في EPU. لكن لو جينا نتكلم على بداية تفكيري في السفر، صراحة ما كنت مفكر في السفر أيام ما كنت في اليمن. كنت بقدم على الجامعات في اليمن، كنت بقدم على جامعات في مختلف المدن، يعني مش في مدينة واحدة فقط. لكن سبحان الله مع الأوضاع واحد ما استطاع، فأجت فكرة السفر هذه. فكانت الفكرة في البداية كانت إلى تركيا، وقبول، يعني القبول موجود، متوفر القبول، التخصص موجود. لكن إن شاء الله إني أتأخر. الوالد حفظه الله مرض، حصلت له جلطة وأنا كنت الوحيد هنا، فقدر الله إني تأخرت شوية. ولكن سافرت، يعني برضو سافرت إلى مصر. قبل ما تيجي هنا سافرت لمصر الأول. وكنت مخطط أجلس في مصر شهرين، أقدم وانطلق. لكن شاءت الأقدار سبحان الله، دعوات الوالدة برضو. أيوة قدمت. أيوة قدمت واترفضت. تمام. السفارة التركية ترفض بدون أي أسباب، والتقديم مرة ثانية يحتاج وقت. يعني يقول لك انتظر 3 أشهر وما إلى ذلك، فتنتظر 3 أشهر فتضطر أنك تجدد الإقامة. يعني السفارة التركية طالبة أمور ما بقول مستحيلة، لكن صعب أنك صعب أن أنت تحققها. يعني عاوزين الإقامة أكثر من 6 أشهر، وأنا الإقامة خرجت 5 أشهر و26 يوم. ده الإقامة في مصر؟ أيوة الإقامة الثانية مش الأول. الأول المجانية قدمت واترفضت، الإقامة الثانية 5 أشهر 26 يوم. فرحت تقدمت، فقالوا عندك مشكلة في الإقامة وما إلى ذلك، فتعرقلت. بدل ما أخذت مخطط لشهرين في مصر 2.5 سنة. 2.5 سنة. لكن سبحان الله قدمت على منحة إنجليزي. كنت بقدم عليها لمدة 3 سنين أيام ما كنت في اليمن. سبحان الله تقبلت في مصر. دي يعني منحة إنجليزية في مصر أونلاين. سبحان الله ربك، يعني لو تغلقت نافذة تفتتح نوافذ كثير سبحان الله. فقدمت وقبلت. فسبحان الله أخذت يعني لمدة 1.5 سنة دراسة أونلاين، 3 ساعات في اليوم، فاستفدت استفادة كبيرة. حاولت مرة ثانية أقدم على تركيا، برضه واجهت نفس المشاكل. فكان معي ابن خالي هنا لسه مسافر طالب في EPU. فطرأت الفكرة والله، فأخذنا رقم الأخ إبراهيم. أخذنا من واحد من الشباب جاي هنا، أجا عن طريق إبراهيم عن طريق بايونير. فآذينا إبراهيم والله، آذينا رسائل أنا وأخي.
وصوت وصورة واتصالات وأسئلة مدري إيش. ميتينجز وزوم ميتينجز. ما شاء الله كان صبور، الله أيوة. تعالى كان صبور جدا والله. بسأله نفس السؤال 4 مرات في اليوم. لا عادي. سبحان الله. وتوفقت فيها ماليزيا، يعني التقديم كان ميسر من قبل بايونير، يعني تيسرت الأمور بشكل كبير ما شاء الله، والتقديم كان سهل جدا وما أخذ غير تقريبا شهر. فلما تجي تلاحظ تقول سبحان الله، تعرقلت لمدة 2.5 سنين، ولكن السنتين هذه تعلمت فيها شوية إنجليزي، والإنجليزي هذا ساعدني إني أخذ الشهادة علشان أقبل في الجامعة. سبحان الله، زي ما قلت لك من قبل، دعوات الوالدة قالت والله كنت أرفع يدي وأقول الله ييسر لك بلاد ما فيها تنمر ولا فيها عنصرية، الإنجليزي فيها قوي، الناس طيبين. سبحان الله تيسرت كده، فاهم يعني. هو فعلا بجد والله، يعني انت عارف احيانا بيبقى الواحد في مثلا طريق معين وهو يعني زعل قوي. يعني انت اكيد مثلا لما تركيا ما جاتلكش الفيزا او كده، اكيد مثلا زعلت او اللي هو طب ليه، فاهمني. بس سبحان الله ربنا بيرسم لك طريق كده معين، ان انت لا هو مش عايزك في الجانب ده، او مش عايزك في الطريق ده، هو رسم لك طريق معين خلاص، يعني هو ده اللي هيكون افضل ليك. سبحان الله. لما نقول الخير فيما اختاره الله من صدق. بالظبط. لاني تعرقلت كثير، حتى في اليمن كنت اقدم على منح في الصين وتركيا مرتين 3 مرات، منحة في تقريبا دولة المجر قدمت عليها، يعني تعبت كثير وانا بقدم. فوصلت سبحان الله، وصلت مصر، قدمت انا وبن خالي. بن خالي قبل وانا رفضت برضه. ايوه. سافر سبحان الله، سافر تركيا وبدا دراسة مدري ايش. بن خالي الثاني سافر الهند بدا دراسة، وانا اكبر سنا منهم، ولسه متعرقل في مصر. لكن سبحان الله ربك ييسر، ربنا بييسر الامور بشكل غير عادي. الله ماليزيا صراحه فضلتها، قلت اللهم لك الحمد عن حاجات كتير. طيب خلينا بقى نروح لنقطه خلاص، يعني الورق بتاعك خلاص اتقبل في ماليزيا، الفيزا الدراسيه برضو الاجراءات كانت اعتقد يعني ازلونجاز، يعني طالما انت خلاص مقبول في الجامعه كل حاجه بتمشي بشكل طبيعي جدا في موضوع الفيزا يعني. ودي يعني يمكن واحده فعلا من اكبر المميزات الموجوده هنا في ماليزيا، موضوع الفيزا الدراسيه او الحاجات دي. خلينا بقى ايه نروح بعد ما خلصنا الحاجات دي كلها للحظه بقى اللي وصلت فيها لماليزيا، يعني اللحظه اللي وصلت فيها للمطار. عارف انت اللي هو الفيرست امبريشن، الانطباع الاول عن البلد اول ما شفتها. يعني احكي لي شويه عن اول شعور ليك اول ما وصلت ماليزيا كان عامل ازاي؟ والله سفرتي كانت شويه متعبه، لانه سبحان الله عارف الوالده يعني تقريبا كل طالب الام عاوزه تجيب له كل حاجه. بالظبط، تحمله قدور، تحمله كل فالوالده ما شاء الله يا جماعه يعني ما تجيبوش برضو هدوم تقيله. الوالده ما شاء الله حملتنا حاجات كثير وكعك وكله. فكنت تعبان شويه في الطريق للسفر. بس اول ما وصلت ماليزيا قابلت تقريبا الاخ عمرو تقريبا. عمرو ما شاء الله. اول ما قابلته خلاص يعني انشال هم كبير وانزاح جدا. يعني خلاص رقمت بحمولتي وكل حاجه. واول ما وصلت ما ادري قد تكون سخيفه شويه، لكن شفت واحد ماليزي ابتسم لي فارتحت. قلت اذا ماليزيا ماليزيا زي الفل. واحده فقط. بعدين كل ما مشينا في الشوارع كان في الليل تقريبا، كان قريب الساعه 3 الفجر. شفت الشوارع، شفت المباني، شفت ما كنت اعرف ماليزيا ولا قد سمعت عنها من قبل. كان كل تفكيري كان في تركيا ودارس تركيا من والى والناس اللي فيها. عقدت على ماليزيا سبحان الله، يعني انطباع جميل والله. فالناس كانوا يقولوا لي لما مثلا تاخذ جراب او تتكلم مع لوكال، Do you like Malaysia? I loved Malaysia. I loved Malaysia. I want to stay just here. لا صراحة الناس طيبين. ايش عنصرية؟ لأنه الديانات هنا مختلفة، فما تحس يعني تعرف يعني مساجد كثيرة. الأمور ميسرة هنا للطالب ما شاء الله. طيب يا عمور، احكي لنا. عارف انت بقى كل واحد بيبقى في موقف كتير قوي عدت بيه خاصة في السفر، بس في موقف معين كده
مش موقف، ممكن يكون اكتر من موقف بيعلم معاك، يعني اللي هو عمرك ما تنسى مثلا الموقف ده ابدا، بيفكرك دايما بحاجه هنا، او بتضحك عليه مثلا موقف اول ما يعني في بدايه ما انت كنت هنا مثلا، م، كان موقف صعب وبعد كده بدات تضحك عليه. احكي لي كده عن موقف عمرك ما تنساه هنا ابدا. اول ما وصلت هنا، وصلت زي ما قلت لك كان ابن خالي موجود، مهم. فحصلت امور فاضطر انه يسافر. مم. فانا كنت بعد الله معتمد عليه. كان الاخ ابراهيم بيقول لي بنشوف لك شقه غرفه مم. ميديوم سمول. أه، قلت له لا، ابن لا خالي انا ابن موجود. خالي هنا مظبط لي الدنيا. فحصلت امور، ابن خالي اضطر انه يمشي. اه والشقه اللي كانوا فيها يعني بشكل عام كذا كذا حتتسلم. فانا اوكي. حاليا بدون شقه، ما اعرف ناس. الشباب اللي كانوا هناك يعني بيعرفوا اصحابهم، اللي راح فعلا عند صاحبه اسبوع اسبوعين على يعني وقت ما يشوف له غرفه وهكذا. مم. فانا بقيت يعني انا اروح فين الان؟ فتواصلت مع ابراهيم، فتوفرت غرفه. رحت مره صغيره ومكتومه مدري ايش. فهذه كانت يعني صعبه جدا. فكان هذا اول انطباع، يعني كان انطباع في البدايه كان صعب، لكن كل ما اتذكره سبحان الله، قل ربك ييسر الامور سبحان الله، يعني لانه كنت معتمد بشكل كلي على الشباب الموجودين. يعني حتى لما وصلت ما كنت متوقع يعني اني بسكن مع اجانب، مم. مع صينيين اندونيسيين، لاني ساكن حرفيا معهم. وبرضه ما كنت متوقع اني بتعرف على مصريين. فوصلت الشله هناك مصريه. قلت لهم انا قاعد 2.5 في مصر ما تعرفتش على مصريين يعني بشكل كبير. قالوا خلاص انت وصلت للامر الواقع، تعال. ضروري تتاقلم. سبحان الله، الان اي حاجه احتاجها، اي شيء، الو تعالوا، الو تعالوا، بيطلعوا طوالي. مم. يعني سبحان الله الغربه هذه تعرفك على ناس كويسين جدا والله. هنا عارف انت دايما في بيقولوا كتير ان ماليزيا كبلد مريحة في المعيشة بشكل عام، الريتم بتاعها او الحياة هادية. انت عارف طبعا الماليزيين هنا هاديين قوي يعني. في تنوع في الثقافات، كالتشرز كتير ممكن تحتك بيها. فانت يعني شفت الموضوع ده ازاي؟ والله الاسترس الوحيد هو الجامعه فقط. بس ده ستريس في اي حاجه. لكن الحياه نفسها بشكل عام يعني كحياه يوميه بقى. أول ما وصلت الجامعة شفت يعني تعدد الثقافات، تعدد الجنسيات، فكنت يعني منبهر بشكل كبير. توصل لمرحلة فريندز، يعني ما كنت أنا قلت آخرها يعني كلاسميتس. بس لا هو مش عن طريق، أنا كنت أتكلم عن طريقهم هم، يعني بمنظورهم هم. ما كنت أظن يعني حنوصل للصحاب ونخرج وناكل وما إلى ذلك. لأنه لو تلاحظ في الجامعات مثلا كل ناشوناليتي بيجتمعوا، يعني كلهم مع بعض. جروب. كوميونتي اليمني، كوميونتي المصري، العرب بياخذوا يعطوا امورهم في السليم، لكن الاجانب الصينيين الماليزيين البقيه هذا. فشفت نفسي لا، انا منخرط مع الاجانب بشكل كبير اكبر من العرب. هل هم فريندلي فعلا يا عمر؟ يعني أنا مثلا لما انت في كتير ممكن حد مثلا ما جاش ماليزيا او راح يدرس بره بشكل عام، اللي هو عارف انت ممكن بياخد جنب شويه ان انا مش هعرف اتعامل مع الناس دي، او الناس دي مثلا مش فريندلي، مش بيكلموني او كده. هل الموضوع هنا مختلف؟ يعني انت فعلا هل لما تيجي تتكلم وكده بيبقى فريندلي معاك في الخروجات مش عارف ايه الحاجات دي؟ هي صراحة يحتاج لها وقت. ما أظن أن ثقافتهم هكذا. مش إنه يعني إنهم سيئين الطباع هكذا، لا، هو ثقافتهم إنه ما بيتكلم معك كثير. بس أنت وانس إن أنت خلاص بدأت بقى إن أنت تتكلم معاه وكده، لا خلاص بيبقى وبدأتوا تاخدوا على بعض أو كده، خلاص بيبقى الموضوع فريندلي يعني. يعني زي في البداية مثلا قصة الأسايمنتات والجروبات وهكذا، الناس بيروحوا لعند العرب. أنا انطلقت لعند الأجانب. عند الأجانب. أيوة أنا جواني فأخذنا وأعطينا سوا يعني. فبدينا نخرج ناكل خارج نتكلم. لو عندي ما شاء الله بعدين ما شاء الله عقليتهم يعني في الدراسة كبيرة جدا وأذكياء. فلو عندي مشكلة أو حاجة مش فاهمها، ولا مرة قد قال لي لا زميلي أبدا. نجلس سواء كان اتصال، سواء كان في الجامعة، سواء ما بيمشي إلا بعد ما أقول له 100 أنا فهمت كل الأمور تمام. طبعا أنا بتكلمش على شخص واحد، أنا بتكلم على ناس كثير. هما
يعني مش طباع منهم يبدأوا يتكلموا معك، تحتاج انك تبدأ علشان تتعرف على مثلا الصينيين، الماليزيين. تعرفت على ناس كثير في الجامعة، تعرفت على ناس كثير خارج الجامعة برضه. انضميت في تشاريتيز وبرضه انضميت في مش عارف اللي هو كيف زي كلاب اوصفها، سوسايتيز. زي الكلابز. ايوه، بنروح كل مرة في الاسبوع بنصلح حاجات بتتوزع على المحتاجين ففي كل مرة في الاسبوع بيكون في ناس جديدة. زوار جدد او هكذا، يعني تفتح لك آفاق كثيرة انك تتعرف على ناس، تخلص تروحوا تجتمعوا في مماك تاكلوا ناشوناليتيز يعني مختلفة. فالأمر كان مساعد جدا انك تتعرف. ما توقعت يعني اني اتعرف على ناس خارج الجامعة. انا كنت مفكر اني حكون من الجامعة للبيت اللي هتعرف عليهم يا الله يكونوا يعني جوا الجامعة مش جوا الجامعة. ايوه تعرفت على ناس كامبينج، رحنا كامبينج كان جدا. خلينا بقى نروح عمار يعني امتى يعني ادركت او امتى فعلا حسيت ان الدراسة في ماليزيا فرقت معاك، او ان الدراسة بره بشكل عام فرقت معاك يعني؟ والله انا لما كنت في اليمن كنت بقول لهم انا عاوز اسافر. بس كنت عارف ان الامكانية مش موجودة وصعب، وما كنتش مفكر يعني انا كنت اسافر منحة اكيد. فكنت اقول لهم، قالوا لي وين عاوز تروح؟ لما بتكلم مع الشباب او مع الاهل قلت لهم ودوني اي مكان، اي مكان، ارموني في اي مكان انا عاوز ادرس في الخارج. انت عايز تدرس برا؟ ارموني في اي مكان، دولة عربية دولة اجنبية، انتم ارموني وانسوا، خلاص انسوني هنا. انا كنت مفكر في السفر ايام الثانوية. بعد ما تخرج من الثانوية شفت الصعوبات بعد ما قدمت على منح. فقلت بلاش سفر، مش حسافر، انا حدرس في اليمن وان شاء الله وحجيب جهد يعني فيها وربنا هيوفقني. لكن سبحان الله مع الاوضاع اللي هناك تاخرت لمدة 5 سنين. ما عرفتش ادرس. درست فيها انجليزي بس يعني مش المدة هذه، مش المدة الكبيرة. وزدت لما سافرت مصر زي ما قلت لك تعرقلت برضه. التوتال تقريبا 5 سنين انا معرقل. 5 سنين. والعمر بيمشي. الناس بيدرسوا والناس بيتخرجوا وانا لسه مش عارف انا رايح فين اصلا. لكن كغربة وكتفكير صراحة انا عشتها من بدري يعني. في مصر يعني سافرت لوحدي، كان موجود من الاهل هناك بعدين مشوا، فجلست في شقة مع شباب ومن ضمنهم كنت أعرفهم يعني من اليمن، أصدقاء طفولة وناس تعرفت عليهم هناك. فبدأت دراسة إنجليزي، فالأمور بدأت تتغير، التفكير بدأ يتغير. أنت حاليا أنت متقدم في العمر وضروري يعني كم من أحد أحلامي إني أبدأ جامعة، عاوز أبدأ أتحرك. أنا يعني سبحان الله عداد الوقت يمشي وأنا لسه في مكاني. كانت الوالدة تقول حاول هذه المرة، لاحظة، لو سبحان الله ما توفقش تعال اليمن والدروس مدري ايش. قلت لها أنا لا يمكن أرجع اليمن حاليا، أنا خرجتي هذه خرجة ضروري يكون يعني سبحان الله دراسة أو شغل أو. قلت لها سبحان الله ما توفقتش في هذا التقديم، ما قبل ما أفكر في ماليزيا، ما توفقتش في هذا التقديم انسوني، حشتغل وأموري هتتيسر وحدرس. ما أدري متى حدرس بس حدرس، أنا عاوز أدرس صراحة. بس انت خلاص خدت خطوة ان انت انا مش راجع الا وانا دارس او معايا حاجة ان شاء الله باذن الله. فقلت لهم هشتغل وحدرس. متى حدرس انا مش عارف بس حدرس. الانجليزي موجود يعني لو حصل فرصة اي حد رماني خارج الدول العربية انا موجود. اموري طيبة، ما حدش حيقلق عليها. فلما قدمت مرة ومرتين واترفضت في تركيا برضو كانت فكرة الرفض ما كانت يعني زي ما أقول ما كانش تألم يعني بالدرجة هذيك، لأني ترفضت كثير في الجامعة. أي. فكانت الأمور عندي أوكي. ربي كاتب لي الخير، ربي كاتب لي الخير. حتى ليلة لما قدمت أنا وابن خالي في ليلة قال لي تعال نخرج ناكل الساعة 3 بعد ما شاء الله مصر تعرف يعني. أيوة تخرج أما 3 4 5 الفجر. مش موجود هنا الكلام ده. معلتها بتقبل من الساعة 10. فخرجنا وكان بياكل، كان بيقول لي لو اترفضت أنا هسافر اليمن.
قلت أنا صراحة تعودت، يعني لو اترفضت أنا مش أول مرة اترفض، حقدم مرة ثانية وأموري في السليم، مش راجع اليمن حرفيا يعني. اليوم الثاني سبحان الله هو قبل وأنا رفض. فسبحان الله لما اترفضت، يعني اترفضت مرة ومرتين وثلاث وأربع، وحاولت أقدم مرة ومرتين وثلاث، ونفس المشكلة تواجهني ومشاكل كثيرة تواجه. فالواحد يبدأ يتغير تفكيره صراحة، مم. لأنه بيكون مثلا أول ما وصلت ماليزيا، بداية الدراسة كانت الأمور صعبة، اللغة كانت غريبة، حتى لو هي لغة إنجليزية وأنا كنت يعني فاهم فيها، بس كانت غريبة عن صعبة الفهم في البداية. مم. فلما تواجه الصعوبات هذه يعني بتستلذ لما بتوصل، فهمتني؟ فكنت لما بتعلم والله معلومة واحدة بستلذ إني تعلمتها، بشعر يعني بالنعمة اللي الله سبحانه وتعالى حاجة إنجاز كبير اللي هو أنت. كنت مثلا بمشي الشابتر هذا بقول سبحان الله. امبارح كنت مش فاهم حاجة، الدكتور كان بيتكلم لمدة ساعتين يعني دايركتلي، وأنا الاتنشن كله عنده بس يعني ولا حاجة. مفيش. الآن سبحان الله أنا فاهم كل حاجة قالها الدكتور، وحأدي على اللي قاله الدكتور. فالصعوبات هذه تقول سبحان الله أنا كنت في اليمن وعاوز أسافر وعاوز براكتس مدري إيش، الآن أنا بتكلم إنجليزي، لو مش معي إنجليزي بتكلم إشارات. فالحاجة هذه تغير الصراحة المنتاليتي، تغير العقلية، تغير التفكير. احكي لي عن أول رمضان أنت قضيته هنا بعيد عن الأهل، وإيه أجواء رمضان هنا بقى يعني؟ صراحة أول رمضان هنا كان على اختبارات سمستر أول سنة أولى، أنت عارف الضغط. فأنا كنت بموت وأنا بذاكر. لكن في بداية رمضان يعني سبحان الله وصلت رسالة من الأخ إبراهيم، قال في إفطار في بايونير. قلت إفطار، أمال حنروح نفطر، حنشوف الناس، حنتعرف على الناس، الدنيا ماشية إزاي، حيدونا إيه بايونير، حناكل إيه. فما شاء الله وصلت، كل ما لذ وطاب أكلت، قاعد زي التخمة كده يعني ما عرفتش أتحرك. حملوني للباص علشان أروح. ده أول ليلة أول يوم. بعدين الأيام اللي بعد زي ما قلت كان اختبارات، مذاكرة للاختبارات. فكانوا الشباب المصريين بيطلعوا عندي يوميا، يعني كنا حرفيا تقريبا يوميا بيطلعوا عندي، بنطبخ بناكل يوميا. بعد ما بناكل بنكمل، هم بينزلوا وبقعد أذاكر. كان هذا رمضان حرفيا بالنسبة لي. لكن حاليا طبعا الموسم اللي فاتوا نفس القصة، الموسم هذا أنا في رمضان حاليا في دراسة. أنت ده ثالث رمضان ليك هنا؟ هذا رمضان أنا عايشته في دراسة بحكم إني فعلت انترنشيب في الدفعة، يعني وقت بداية الدراسة اختلف للدفعة تبعنا. فحاليا الدراسة في رمضان صراحة الناس بتقول متعبة، أنا مش شايفها متعبة والله، اللهم لك الحمد. وبرضه يعني تاخذ تعطي مع الناشوناليتيز الثانية اللي خلينا نقول اللي مش مسلمين. فبيشوفوا إنك صايم، بيشوفوا إنك نشيط حيوي، تاخذ تعطي معهم، بتضحك. ما أدري، بحس إنه هذا الشيء بيحببهم، يعني بيسألك how's your fasting, are you surviving, fasting 100 وكله تمام. ويبدأ حتى على فكرة يعني ممكن إن هو فعلا يبدأ يسأل بقى، يعني اللي هو هل هو فعلا مفيد، هل فعلا الصيام مفيد. يبدأ مثلا ممكن بيدور في سورسز بقى، في شات جي بي تي. وفعلا يعني الصيام لو جيت شفت في يعني ريسورسز او كده، هتلاقيه فعلا في فوائد كتير جدا، وكتير اصلا عارف هو ما بيبقاش مسلم وبيصوم يعني بيبقى يعني في موضوع الصيام ده بعض الاطباء اصلا بينصحوا بيه كفاهم ان انت تدي ريست لجسمك يعني. فدي من الحاجات الكويسه. بس بقى هل يعني ده بعيدا عن اللي هو مثلا لو حد غير مسلم، الماليزيين بقى المسلمين نفسهم ايه العادات بتاعت رمضان هنا؟ يعني مثلا بسمع عن موضوع اللي هو البازارات، اللي هو البازار اللي بيتعمل. هل مثلا رحت بازار زي ده قبل كده في رمضان؟ يعني هل احتكيت بالكالتشر الماليزي في رمضان بشكل عام في اي رمضان من الرمضانات دي؟ زي ما قلت كنت في أيام اختبارات، فكنت أروح في مقاهي هادئة كذا بنذاكر. فبيجي وقت قبيل الأذان، أذان المغرب، فأكيد أنت يعني رايح المسجد يعني حتصلي. وما شاء الله تخش المسجد تشوف ساحة كبيرة
السفرة طويلة، 2 3 والناس جالسين هناك الماليزيين، بتقعد واكلك معك، تمرك معك، ما بتعرفش تاكل تمرك فقط، اللي بيرمي لك الرز، واللي بيرمي البتاع ده، واللي بيرمي لك العصير، كبار السن الصغار، سواء ماليزيين باكستانيين هنود مسلمين. يعني بكون هم بيرموا وانا برجع، انا مش عاوز، انا عاوز اصلي وانا يعني مفتح. وبرضه البازرز رحت مرة بس ما اذكر صراحة المكان، لكن بتحس يعني بتشوف اللمة، بتحصل اللمة دي في الإفطار في مصر المطرية، في حتى في اليمن والحاجة تانية، فبتحس بلذة رمضان. يعني أنت محاط بمسلمين. ايه اللي ممكن تعمله هنا لما تبدأ بقى تحس الحنين بقى للوطن؟ مثلا زي ما قلنا من المنطقة هذه اللي فيها العرب بشكل كبير، السردن، في مطاعم هناك، في أكلات يمنية، في عرب بشكل كبير. وبرضه ما بتكلمش عن اليمن فقط، برضه على مصر، بحكم اني قعدت 2.5 سنين مش قليل يعني. بنتجمع مع الشباب المصريين، بنطبخ، بناكل، او بناخذ مثلا سيارة بنروح نسيت المنطقة اسمها بردكسون، بنشوي هناك. يعني في حاجات كثير يعني انت محاط بالعرب يعني بشكل عام. بس كبداية انا ما كنت يعني معاهم مرة. في معك الكوميونيتيز في الجامعة، سواء اليمني سواء المصري السوداني، بيفعلوا مثلا بيفعلوا في رمضان الكوميونيتي المصري تقريبا فعل جاذرينج الافطار. ففي حاجات كثير ما بتحسسك انت كذا مغترب يعني. ما فيش امل انك مفيش حاجه بس يعني مش حاجه تديك نفس الكواليتي اللي هو بتاعت البلد، بس هو بيبقى ايه، عارف انت عايز حاجه بس كده ايه تصبرك يعني، اللي هو على ما تنزل مثلا اجازه او كده، فاهمني، تروح تاكل الاكل اليمني هذاك او الاكل المصري. بالنسبه يا جماعه في مطاعم يمنيه كتير قوي تقريبا ما باكلش غير في مطاعم يمنيه بس. انا جوعت لسه بقى دي لسه بكير وانا لسه رايح الجامعه بتاع يعني. بس هي فعلا في حاجات هنا كتير تقدر ان انت يعني زي ما نقول تسترجع فيها بقى الذكريات، او بتحب ان انت مثلا تفتكر حاجه معينه في بلدك فتعملها يعني. اخيرا بقى عمر، يعني نصيحه انت حابب تديها لاي حد لسه جاي ماليزيا جديد، او بقى يعني بيفكر في السفر بره بقى بشكل عام، وممكن ماليزيا بشكل خاص، يعني نصيحتك له ايه؟ والله السفر صراحة خارج البلاد، سواء كانت أي بلاد خاصة العربية، هي فرصة صراحة. زي ما قلنا من قبل، بتغير من التفكير بشكل كبير جدا. يعني منظورك للحياة بيختلف. بتوصل، في ناس بيعانوا أول ما بيوصلوا. أنا الحمد لله عانيت، بس يعني مش المعاناة اللي في ناس سمعت إنها بتعاني بشكل كبير. في ناس بتوصل مش معها اللغة، فأنا بنصح باللغة في البداية. أنصح إنه يتعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة. يعني لو عاوز يروح في دول ثانية اللغة الإنجليزية فيها مش قوية أو ما بتستخدمش بشكل كبير، لكن في ماليزيا اللغة الإنجليزية تعتبر اللغة ما بقولش الأساسية، لكن يعني معتمدة بشكل كبير جدا. حتى الماليزيين اللي ما بيفهموش إنجليزي بنتعامل معهم بالإشارات لو إحنا مش فاهمين ماليزي. وده نادرا قوي يعني، اللي هو أصلا حتى يعني أغلب الكاتيجوريز هنا اللي هو مثلا تلاقي سواق الباص، سواق التاكسي، كله بيتكلم إنجليزي، معظمهم بيتكلموا إنجليزي بالظبط. ماليزيا صراحة للطالب بصراحة جيدة جدا. الانفايرمنت يساعد، الناس طيبة الناس هنا تساعد. مثلا زي بايونير، لانك لو جيت صراحة لو جيت تسافر لحالك انت ضايع تضيع. لاني اعرف ناس كثير سافروا ماليزيا وبيضيعوا. انا الان اروح افعله، لكن ما شاء الله سافرت معكم. تعال هنا حاجة، تعال كذا بتاخذون سبحان. صح انه كان معي ابن خالي هنا، لكن بايونير لعبت دور كبير.
لأنه ابن خالي أصلا كان بيدرس يعني ما كانش فاضي. فبايونير أنا وصلت هذا المطار، هنا كل هذه شريحتك، هذا بيتك، خلصت. اليوم الثاني هذه الجامعة، وقع اكتب تعال الفحص الطبي، ارجع. بس انت حاليا فوق انت الكرسي في الجامعة. بس انطلق. جزاك الله خير يا ابراهيم. والله لا، جزاك الله خير. يعني سبحان الله بايونير وفرت بشكل كبير. يعني خلاص انت ما تهم الحاجات صراحة الجانبية، المعاملات. انت تشوف نفسك قدك فوق الكرسي، اللابتوب وخلاص. جنبك، عادك لو طلبت يعني اكسترا هيلب صراحة موجودين. يعني مثلا لو كنت قلت لابراهيم انا عاوز اشتري، قد قلت له والله سألته على اللابتوبات تقريبا، فنصحنا بحاجات كثير. لو قلت له انا عاوزك تيجي معي والله هيجي. ايوه فاهم؟ ايوه خاصة لو فاهم هياخذ شنطته وحيمشي ويلا معي بينا. فحلو جدا يعني للطالب الجديد، خاصة اللي مش متعود انه يسافر كثير، انه يكون معه حد هنا في الاول يديله يكون معه حد في خطوط اي الإمشاء. دولة سواء كانت ماليزيا او غير ماليزيا، يكون معه اللغة. هذا من الناحية يكون يعني متقبل للثقافة المختلفة، لأنه قد يلاقي نص طباعهم. يعني مثلا هو قد يشعر انه لا هذا كلامه سيء اساء لي، ويكون هو الشخص القائل يكون حاجة طبيعية جدا ما بقصده إساءة ولا. ثقافته فضروري كده. يفهم ثقافة الدولة نفسها. ومن الجانب الديني ضروري يعني ينتبه على نفسه. ايوه ضروري طبيعي. ضروري ينتقي أصحابه بشكل سليم كبير. جدا. لأن شفنا انتكاسات هنا كثير. ايوه صراحة يعني هو الأصحاب وكطالب أنت يعني الناس مركزين عليك حتى لو مش باين. يعني مثلا كنت مرة باكل أنا وصاحبي مع الماليزيين تقريبا، مع شلة هكذا يعني ناشوناليتيز مختلفة من ضمنهم غير مسلمين. فبدأنا بناكل، قالوا ليش ما قلتم بسم الله؟ قلنا لهم والله قلنا بس مش بصوت يعني. ايوه يعني الناس مركزين على كل حاجة. انطباعك مثلا، انطباعك أو تعاملك مع الناس قد يجذبهم للإسلام. يعني الطالب بشكل عام عليه سفير، له قوة جذب يعني بشكل كبير، والله بشكل طبيعي. كبير جدا جدا جدا. فالناس اللي حتشوفك حتشوف تعاملك، لأن الناس بعض الأحيان تقول لك شوف الناس الديانة الفلانية أنا أدخلها وهو شوف بيفعل إيه. لأنه ما فيش يعني نادر ما تشوف واحد بيقرأ على الديانة أوريدي، لا هو الانطباع هيجي من قبل الشخص نفسه اللي حامل الديانة هذه. فالله يعني انت يعني كطالب بيتحط عليه فريم كده، بيتحط عليه اطار، فكرة ان هو بينقل ثقافته، بينقل دينه، بينقل العادات في بلده عاملة ازاي بالضبط. فكل ده يعني ريفلكشنز او كل دي يعني انعكاسات للشخص ده في اي بلد بقى، سواء في ماليزيا او في اي بلد. يعني هو اللي بيدي المراية للبلد بتاعته يعني. بالضبط. يعني اللي بيجي هنا انه طالب فقط ينسى الامر، هو مش طالب والله فقط. بالظبط. هو طالب وناقل ثقافة وناقل اخلاق وديانة وتعامل اسرة وكله حرفيا. بالضبط. فخاصة حاليا في رمضان، يعني حتى لو انت تعبان قدر الله وانت تعبان في الجامعة ما تظهر انك تعبان. ايوه اللي هو حاول ما تظهر انك تعبان، نشيط، تحرك، يضحك، يمزح. why you aren't fasting؟ بسأل السؤال هذا دائما لصاحبي اللي مش مسلم. ايوه دائما اقول لي تعب ولا جرب والله بالتفكير مدري ايش، خش الريسورس الفلاني بتفهم بتقرا. يعني احنا مسلمين في بداية. ايوه يعني ما تنقلش ان انت لا تعبان مش قادر اعمل اي حاجه مش عارف ايه، ده الصيام مفرهدني. الكلام اللي احنا فاهم. يعني حاول ان انت تكون اكتف بشكل عام، وحتى ده بيحصل بعد يعني فعلا الواحد في الصيام يعني بعد ما يصوم كذا يوم بيبدا فعلا يحس ان ذهنه صافي اكتر وفاهم. يعني انت بتنقل فعلا حاجه صحيحه انت بتحس بيها في الصيام بشكل عام يعني. بالضبط. بتحصل معايا لو اضفت بس حاجه بسيطه، مثلا في الايام العاديه لو شفت نفسي بلعب كثير مش بذاكر، اليوم الثاني انا صايم، اقول خلاص انا خلينا اصوم. خاصه لو في الويكند انا خلينا اصوم. انت صايم، انت قاعد على الكرسي، خاصه لو تسحرت سحور يعني محترم كذا بيشبعك. قاعد على الكرسي ما بيقيمك من فوق الكرسي غير الصلاه. فانت بتذاكر من الصباح سبحان الله الى المغرب.
فبتحس بذهنك يعني بتحس بصفاء. مثلا انا كنت بديت اروح الجيم، فكنت اكسل في الايام العاديه. برمضان لا، انا رايح الظهر، خاصه قبل ما تبدا الدراسه ايام التشاينيز نيو، لا انا في الظهر بعز الشمس الكوفيه هناك ورايح الجيم كاني يعني مش صائم. اللي هو الدنيا سبحان الله. فيعني واحد يظهر يعني دينه باخلاقه بحركاته بتعامله. في النهايه يا جماعه يعني السفر هو تجربه، او تجربه فعلا مختلفه وبتختلف من حد للتاني. كل واحد له قصه، كل واحد له حكايه. ايا كانت الجامعه اللي انت موجود فيها، ايا كان مجال دراستك، كل واحد بيكون له حكايه وبيكون له قصه، هو اللي بيبنيها وهو اللي بيخليها قصه فعلا، او مثال يحتذى بيه لناس بعد كده زي عمار كده بالظبط. شكرا ليك يا عمار، استمتعت جدا والله بالحديث. يعني احنا بقالنا كتير بس والله يعني نصائح رائعة وتجربة فعلا يعني حقيقي والله يحتذى بيها يعني. شكرا للاستضافة. شكرا ليك جدا، وان شاء الله اشوفك بعد العيد. الله يجزاك خير. حبيبي الله يكرمك، الله يكرمك يا عمار.